داديز ولا هولمز؟ اهلا بيكم في ريت في البيت. اهلا بيكم في ريت في البيت. ريت في البيت بتكون عباره عن اننا بنجرب تجربه كامله من مطعمين. المطعمين دول بيكونوا من نفس الكاتيجوري عشان يقدروا يخشوا التشالنج بتكون متقسمه لراوندز. كل راوندز بنحاول نجيب الايتمز اللي شبه بعض من المكانين، وليها سكور بتبقى 10 من كل راوند. وبما ان علي والبي هم اللي هيحطوا الريتنج، فاجمالي البوينتس في كل راوند هيبقى 20. وطبعا اللي هيكسب معانا هو اللي هيجيب بوينتس اكتر في اخر الحلقه. يلا بينا. ازيكم يا منتج، ايه الاخبار؟ اول مره مش اول مره تبقى موجود يعني؟ غالبا يعني. لا كده مش اول مره. بس اول مره اطلع صوتي واضح. شوف احنا معانا كام راوندز بقى النهارده؟ معانا 4 راوندز 2 برجر جوينتس. تو برجر جوينتس يعني واحد كلاسيك مثلا، واحد حاجه مختلفه. لا جوينتس مع محل. ايه اعذروا جهلي. مش عارف احنا ايه اللي احنا وصلنا له ده يعني. كل راوند كاتيجوري مختلف عند كل محل فيه. 2 واحد سايد، واحد ابيتايزر، و2 ايه برجرز، السبيشال والكلاسيك لايت. راوند 1 معانا هولمز وداديز. اول راوند ابيتايزرز. اول حاجه معانا ايه من هولمز؟ اونيون رينجز. معانا من داديز موتزاريلا ستيكس عشان ما عندهمش اونيون رينجز، بس انا قلت اجيب الابيتايزرز الفرايز اللي عندهم. هولمز الاونيون رينجز ب 35، داديز ب 60 الموتزاريلا ستيكس. 60 جنيه 60 جنيه الحمد غليت عامه. اكيد. ليتس جو. بيجي مع الموتزاريلا ستيكس بتاع داديز هاني ماستر، بيجي مع الاونيون رينجز بتاعه هولمز رانش. لونه غريب سيكا، بس غريبه مع الاونيون. غريبه شويه مع الاونيون. لا لونه غريب شويه. لونه شاكك في ايه بالظبط؟ الانجليز بيقولوا هناك ماسترد. طعمها حلو بس مش باين الموتزاريلا طعمها مش يعني، هو مش طعم الموتزاريلا قوي. بس انا فان لابيتايزرز داديز عموما. هي اللي عندهم ابيتايزر بوكس كده. لو رجعتوا الفيديو الابيتايزر بوكسز بتاع فود كورت، اول حاجه عملناها اللي فيها ايه؟ ميجا دوت كوم. سعرها هو الوحش بالنسبه لي، السنه صغيره 61. فانا هديها 7 من 10. ماشي انا هديها 7 7 من 10. نخش بقى في الاونيون رينجز بتاعه هولمز. نخش بقى كده نجرب مع الرانش. نجرب مع الرانش. غريبه قوي الاونيون رينجز مع الرانش. عندهم هتبقى اونيون بجد ولا باودر؟ بقول لك ايه، في بره باودر جامد قوي. واو، ايه ده يا جدعان ده؟ الرانش بيرفكت. الرانش حلو قوي. وعشان مملح زياده. لا هو حلو قوي، بس الاونيون مش اونيون. مش فارق معاك كتير، بس طعمها حلو. هم اللي عاملينها بصل مفروم، هم عاملينها حلو. حلو قوي. انا شايفها متكامله والزيت فيها قليل. ايزي 9 من 10. انا اديها 9. واحد يروح عشان الملح الزياده. تاني راوند معانا الكلاسيكال برجر بتاع كل جوينت فيهم. من عند هولمز جبت الكلاسيكال برجر، ومن عند داديز جبت الكلاسيكال برجر برضو. تشيز برجر صح؟ تشيز برجر عادي، بس كل واحد فيهم حاطط السبيشال صوص بتاعه. اوكي يعني مش تشيز برجر اللي هو الكاتشب بس، يعني داديز حاطط داديز صوص، وهولمز حاطط ايه؟ هوم صوص. بس هو في هولمز 125 وفي داديز ب 140. نايس. اوكي. اسعاره قريبه مش بعيده. مش بعيده. لا لذيذه. التيست هو اللي هيحكم. احنا ما نبقاش عارفين اللي مطلوب يا جماعه. يعني احنا دلوقتي بنشوف زيكم بيبقى طالب الحاجه واحنا بنشوفها معاكم اول مره. يعني نبتدي بداديز. ابدا بداديز. لذيذ. بيج فان بداديز طول عمري بصراحه. بصل كتير زلنا مش بيضايقني. مفيش جبنه قوي مع انه تشيز برجر. جبنه فيه ايه؟ فين الجبنه؟ يعني ما بحبش البصل اللي بيبقى ماسك ناشف ده، اللي هو الفريش، مش معمول. مش الكارملايز. اتقطع واتحط على طول. حلو قوي، عاجبني. الصوص اللي بتاعهم سبيشال تحفه. هدوق اخر قطمه عشان اديه ريت. انا بصراحه على بال ما هو يدوق 6 من 10. ما ياخدش 8. يا كلب البصل. اديله 8. لا طعمه حلو قوي. نخش على هولمز اللي باين فيه الجبنه اكتر. العيش بتاع هولمز عاجبني اكتر. اتس فؤاد ده اقوى بكتير. ده تشيز برجر اصح 8 من 10. لا بالنسبه لي انا مش مديني حاجات كتير قوي زي داديز، والتشيز بتاعته حلوه، العيش حلو، البرجر بتاع داديز احلى. والمهم هنا بالنسبه لي البرجر، فانا هديله 5 بصراحه. يا لهوي ايه 5 دي؟ ما تديله 7 طيب. لا مش حاسس. يا ولاد معلومه، العيش قريب قوي لعيش ماكدونالدز. ده هولمز. هولمز قريب قوي لعيش ماكدونالدز. ليه؟ للتشيز برجر بتاع ماكدونالدز. وقريب قوي كطعم اوفرول عامه. بس البرجرايه هنا احلى من بتاعت ماكدونالدز شويه لانها برجر بجد. بس ستيل داديز انا عجبني البرجر اكتر. محنش. المفروض ما نعرفش السبيشال دلوقتي اللي هو البرجر الراوند 3 احنا معانا ايه، بس هو سبيشال هنعرف ونشوف. راوند 3 بما ان عمر بيت رجواني ما جابش حاجه فيها مشروم. ليه يا ابني؟ انا معاك هنا، اخوك معاك. بس فانا جبت من هولمز يامي برجر.
140 جرام ب 145. جواه ايه بقى؟ جواه بيكن ويامي صوص. يامي صوص. هل معروف ايه اليامي صوص ده؟ عباره عن ايه؟ هو هنكتشف يعني حاجه تبعهم يعني. على اسم الساندوتش معرفش. ومعانا من داديز سموكي برجر بيكن برضو وتكساس صوص وتشيدر تشيز. ده 150 جرام ب 170. هم ردوه برضه في من حاجات داديز اكتر في داديز متهيألي كخضار كانجريدينتس. هو الميزه ان الموضوع فير لان الاثنين بيك. توب ريتد في داديز سموكي طلبات، وتوب ريتد هنا المشروم بس عمر بيعدي عادي. شكا مش حد ده الناس ما تعرفني. عايز اتكلم في الموضوع بما اني ما معايا مايك يا جدعان. عايز اتكلم في الموضوع. انا مش شايف على كل اللي انا مش فاهم على اللي بيحصل ده يا جدعان. نبتدي بداديز. ممكن جبنا سندوتش فاضي اصلا. انا حاسس مش حاسس بطعم الانجريدينت. هو بيكن، في بيكن. البيكن قليل قوي يعني هو مش حاطط بيكن بضمير والعيش تخين قوي ومش فريش. لا مش عارف، انا هديله 6. ده كتير. 6 عشان انا يعني البرجر نفسه برضه ستيل عاجبني كطعم برجر. فاضي، ساندوتش فاضي. 4. نخش على هولمز شكله مترتب اكتر، منظم كده. اعتقد حاسين بالبيكن اكتر بس القلب على السلاني كده. بس العيش بتاعهم فعلا عيش قوي قوي، عيش قوي قوي. والبرجر الصراحه مش عارف في مشكله في السوا فيه، فاتح قوي كده. بس هنا انا حاسس بالانجريدينتس اكتر، والصوص يامي ده حلو. هو هنا ويل دان في داديز 7 من 10. 8 بالنسبه لدادي. الغريبه ان التشيز برجرز عجبتك اكتر. رابع راوند واخر راوند سايد اللوزست رايس، بس كل واحد بقى ايه بالمسمى بتاعه وحاجته لوحدها بالظبط. هولمز اسمها عنده ويست كوست فرايز. ويست كوست جانجستر. فيها ايه بقى؟ you don't have the right to call yourself west coast gangster. فيها ايه؟ اونيون بصل يعني عشان احنا في مدينة نصر عادي. بس هو يعني حاطط في النص كده فاهم يعني بيضحكني. لحمة مفرومة ومش جبنة بقى. امال دي ايه؟ ساوثند ايلاند. سلسل الف ماسكه. يعني انا كان نفسي ماسك حديده من زمان عشان اقول الافيه ده. التاني بقى من عند داديز تكساس فرايز عادي بقى البيزك اللي هي عليها تشيلي بيف اللي هو لحمه مفرومه وهاليبينيو وريد بينز وجبنه مش صوص بقى جبنه. لاحظ ان معظم اسامي داديز امريكان صح؟ تكساس ويست لا ويست ده كوست ويست ده تكساس. ستون كولد ستيك وصل من هنا. مفيش هاليبينيو في عند هولمز. بس انا بيك فان الشطه بصراحه. انا العكس. الاسعار سؤال حلو. التكساس فرايز بتاع داديز 135 غاليه. الويست كوست فرايز 120 بتاعت هولمز. غاليه عشان اللحمه متهيألي. ندوق كده. يلا بينا نبدا بدادي. حته بالبينز وبالهالبانيو. هالبينو ايه؟ ملايصه بس اي لايك. انا بحب الشطه، بحب الدنيا تبقى لايصه كده. لايصه يا شباب في مع البطاطس اديها من 9 من 10. حلو قوي بصراحه. بس انا بحب فكره الصلصه مع اللحمه المفرومه. الصلصه مع اللحمه المفرومه؟ يعني ايه؟ صلصه يعني؟ لحمه مفرومه. اوكي. لا انا مش حاسس انه حاطط صلصه. لا حاطط صلصه. ممكن يكون متبلها بصلصه. هي بتتبل بصلصه لحمه مفرومه. لا مش لازم. هي فيها صلصه. ما حسيتش بيها يا ابني. بص الفرق بين لونها. 9 من 10. لا انا دي 6 عادي. 6 واطي. لا انا مش حاسس بالطعم بسبب السبايسي، مش قادر بموت قوي. خد بقى بالبصل اللي هو ما اعرفش فاكرها فول، حاطط عليها بصل ابيض من فوق. وايه ده؟ ايه ده؟ على فكره حلوه. انا بحب اللي هي القطمه اللودد كده. اسمها ايه البطاطس دي يا جدعان؟ البرينكل. كرينكل فرايز. سمهريه قوي. دي احلى بالنسبه لي قوي بالبصل بكل حاجه. طعمها حلو بجد. في عوده في مع اللي ما بيحبش السبايسي قوي. انا البصل مش عاجبني خالص يعني. دي 9 بالنسبه لي. ايه قوي. دي عجباني قوي. انا هفضل اكل. تحفه دي يا راجل يا طيب. اذواق 5 من 10. ايه كل حاجه فيها مظبوطه، حتى بهارات البطاطس حلوه. ويا عم السبايسي مش حاسس بطعم الحاجه، مش السبايسي مش حاسس بلحم اللحمه هناك. رغم ان هولمز عاجبني الساندوتشز اكتر، فانا خايف 5 من 10 دي توقعه وما يكسبش. نلم ونسمع سكورات بقى كده في الاخر. هنعرف بقى من جول سكور. احنا عارفين مين كسب. حد عنده اي فكره؟ انا عندي احساس بسيط. انا معلي السكورز في هولمز، فانا عندي احساس ان هولمز هيكسب. انا ما ركزتش الصراحه، انا قعدت اقول الارقام بس. انا حاسس ان انا داديز عاجبني اكتر في الاكل في البطاطس، بس اللي هولمز بالنسبه لي عجبني. هولمز كسب. هولمز كسب 60 قصاد كام؟ دادي 53 تايت بس. طيب بس 60 من 80 عامه. والله انا كنت متوقع كده. انا كنت متوقع كده ان هولمز. بس داديز حلو البرجر بتاعه قوي يعني. بس هولمز نفع في حاجات. يعني هولمز فرق في حاجات بسيطه فرقت يعني. كواليتي بتاع الساندوتش. كواليتي العيش نفسه مع كواليتي ساندوتش حلو، مع ان داديز بيقدم دايما كواليتي حلو جامد. بس فعلا بس اتس تايت فتمام. هي قريبين قوي من بعض بصراحه. قريبين قوي من بعض. شابول الاثنين قريبين قوي من بعض. بس هولمز كسب.
بس لو عايز اروح اجيب برجر دلوقتي حالا هولمز. بصراحه هولمز على فكره هولمز من الحاجات اللي دايما كونسيستنت دي حقيقة بصراحه. وداديز بصراحه، بس داديز عنده نقطه ممكن اقولها سريعا. حاجه طول عمرها ويل دان، برجرز لحمته دايما ويل دان. انا مقتنع بحاجه، انا ما جربتش هولمز كتير، بس انا مقتنع ان داديز من المطاعم القليله اللي عندها كواليتي كنترول في مصر. دايما هتروح تلاقي نفس الطعم. فاوفرول قولوا لنا برضو رايكم في الفكره، هل عجباكم ولا لا؟ هل عايزين نكمل فيها ولا لا؟ عايزين نكمل عموما كعالي يعني كتشانل ولا نقلبها حاجه ثاني؟ قولوا لنا ايه اللي ممكن نجربه الحلقه الجايه. فمن الحلقه الجايه بس كنا نعرفكم على فكره، الحلقه الجايه هتبقى بناء على ارائكم انتوا، فادخلوا تابعونا على انستجرام وعلى تيك توك، بننزل كده شورتس وبروموز فيديوز بس. ما تنسوش تعملوا سبسكرايب ولايك وبس كده. احنا قلنا كل حاجه، هيعملوا لنا كل حاجه كده بس خلاص. سلام عليكم. باي باي.